ندعو رفاقنا انه للوقوف دقيقه الصمت استذكارا جسدي شباب أبورا. محورنا دور المجتمع المدني في حرية القائد أبو. تهدف العصرانية الديمقراطية كحل في منطقة الشرق الأوسط لخلق مجتمع أخلاقي وسياسي مقابل الدولتية القومية، وإعداد مجتمع إيكولوجي اقتصادي مقابل الصناعوية. فالدمار الذي سببته الدول القومية المستبدة والتي باتت أعلى أشكال تنظيم العنف على مدى تاريخ المجتمعات إنها تعني تطويق عنف السلطة للمجتمع برمته، وعليه يواجه المجتمع والبيئة حالة تبعثر تام في عصر الرأسمالية المالية العالمية. فقد تحولت الدول القومية إلى عائق ويغلق النظام القائم ويسده كليا، فحتى الرأسمالية التي تعتبر بذات نفسها بنية متأزمة قد أدرجت موضوع الخلاص على عائق الدول القومية على رأس أجندتها. وإن حاكمية الدولة ليست فقط مصدر للقضايا الاجتماعية، بل وهي حجر وعصرة أساسي على درب حلها. وقيام الطبقة الرأسمالية الحاكمة بتصور نظام كهذا على أنه أداة الحل بالنسبة إلى المجتمع والشعوب والكادحين هو أمر يخالف طبيعة المجتمع. بل وسمتيك أكوش آلية غربي فاتحات فرسكرن وش آلية رجالات و لديجي حمو بكاتين هرمي دهات مشاندن لأنك هرمي كهجي جهن درواي كنترول أوي تيكا هبرچاكرن أفاكرن آلية دنيا كوش آلية إثنيكي وولي فهات جدا كرن گله کرچی باره هری مزه جوان سیاستان کد خازم بکیشن بردامیه ذهنیت دانه تو پرستیه گر جبر کو کتب و قناخ ختماندنه جبر کو اوجی اپراسیون چوساندنه و انکار درباز یارو شیرو تکوشی نشبو اثبات کرنه همونه و مترسی کرده به لروشنبیر شورشگری راستی تراجیدیه کو هاتن اشی پرچه کش پرگالا جواکی دبینم جربر ابورا آزادی جبرسکره کدرا چهار سری بین تکش تکوشینه هر روز بلند بن دوی هر کلی جیبه بکلی سهلدانه لحمو قادان و باجاران جبرکو آزادی رهبر عبدالله اوجلان بیسوگری چهارسری آلوزیه پروژلاتان نافینه سیزی دایوکان لحظو بیسو سیشن آزاد این خدا بکوینن تایبت از سر جن دیندکه و سر امی بین جواکه گمگوری فکری سروکیتی هم خدا بطابخینه سروکیتی هم خو آزاد ببین دیمن که واسیمه دوی ملی دهنه امجیله مگر کشمورا چه بکن رخنه داینه مای جدی اد پراتیک دوبه تایبت مندی سروکیتیش من خواستی هم خدا بکوینن از دبیم راحت سروکیتیه یه دیتر قزاچ کرنه امی بین جنه عرب قرازمه سروکیتیه پر راحت دبه گرک ام گل عرب دکلا خو قزاچ بکن و دبه بکهاتا مثلا جبولی روکم عربنا ارمان شرکسنا ام حمید و داره نسیجی کی جواکی دا ام آواده کرد. جاری من کریه ام آلفیزیکی انجی آزاد بکن. دبی کو دسته که وقت موجودیه ام ناس بکن. ریبر آکو چیز مدخوزه. لیما خبر حتی نه هم ناس نکریه. راست اول دکن و سرک جیان نابه. ایگو درفت چیکرن جوری آوا کردن و هفپیهینه و ندوه. نام من فوز مصطفى هفسروكي مجلس نفشاي أحداثنا براستيجي يعني تشتكوا أولا بحث كريه وتشتكوا أولا نقاش كريه صديسة عن ثابت بن لبالي هناك تشتي دجي هنا يعني آزادية جنيه وآزادية ربر آبو دبيقو تجاري أم جهت قد ناكن يعني وهاگر قطبین وارد شکرند دوی دمیدا پرچبین وارد شکرند. ده آرمانجی مدا، ده مشی مدا، ده تکوشینی مدا، ده هر تشتی مدا پرچبینه کی پری مزن و وارد شکرند. ریبر آبو یعنی گور نرخاندن خواهیش دیرو که را شکریه بلکه یعنی هم دبیجن تشتکی نو آوا کریش معرا یعنی چوا نو آوا کریه يعني جبيج 1000 سال وفردادا اف پرچکرنا نافبرا پرچکرنا جنی
آگوهاتی چیکرن ام دبیجن که ریبر آبو بچه آوایی جبری 5000 سال جی دیروک نرخاندیه و تحلیل کریه وکو ما جریبر آبو فهم کریه دیروک نتنه جی 5000 سال و فردادا بود دیروکا گوهاتیه هندا کرن جبری آغا کرنا دولتا جبری آغا کرنا کو ذهنیتا ذکوری بهز لهم بری سیاستا لکیرکی به پروژنا ناف پروژنا دل کیرکی گلی خال کیرکی رخستنا خو آلجا وجهه أمكن ربار أبو فيزيكيا جيرزغور بكر. لا تريد حل الأزمات في الشرق الأوسط فلذلك نحن أمام عائق أمام حرية القائد عبد الله وجلال. أريد أن أرجع تاريخيا وقانونيا لاعتقال القائد منذ 25 عاما عبر مؤامرة دولية طبعا فيها مخالفات قانونية واضحة. كانت عبر أجهزة أمنية دولية شاركت في اعتقال القائد. بالإضافة إلى اعتقاله كان مخالفا للاتفاقات والقوانين العالمية الدولية والدساتير العالمية. طبعا القوانين الوطنية التركية طبقت قوانينها في حين أنها تخالف يعني وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر لأي فرد وفق القوانين العالمية. طبعا اعتقال القائد كان مخالفا كما قلنا للقوانين العالمية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموادها جميعا. إضافة إلى منذ 25 عاما وهو في سجن إبرالي وتكرار التجريد المستمر على القائد أيضا يخالف في تطبيقه القوانين والاتفاقات الدولية. يعني طبعا كما نعلم السجناء لهم معاملة خاصة وبالأخص السجناء السياسيين كما نقول. سجناء الرأي وسجناء السياسيين لهم معاملة خاصة. استمرارا لحملة حرية القائد عبد الله أوجلان المقامة تحت شعار الحرية للقائد أبو والحل السياسي للقضية الكردية. قمنا بعقد منتدى حواري بريادة مؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطي تحت شعار حرية القائد عبد الله أوجلان ضمان حل الأزمات في الشرق الأوسط. وذلك بحضور عدد من الشخصيات وممثلين عن الحركات والمؤسسات بكل أنحاء العالم من خلال الندوات والاعتصامات والمظاهرات والفعاليات المتعاقبة. 6. تحمل مسؤولية المجتمع ومشاكل المجتمع فالشعب هو الأساس لحل المشاكل المجتمعية. 7. النضال من قبل الرجل والمرأة لتطبيق باراديغما الحياة الحرة. 9. افتتاح وتطوير قنوات إعلامية بلغات العالم ونشر فكر القائد. 10. تكثيف العلاقات الدبلوماسية مع المجتمعات المدنية والبرلمانات الأوروبية والأحزاب التي تطالب بالحرية.